المفاهيم اليوم ليست في حياتنا. اذهبوا إلى المحكمة واذهبوا إلى المحاكم في يوم من الأيام، ستنظرون الملفات والقضايا ربما تريد أن تخرج من أسقف المحاكم من كثرتها. ألسنا مسلمين؟ ألسنا أمة محمد، الأمة التي لها رب واحد وكتاب واحد ونبي واحد؟ كم محكمة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن هناك محكمة واحدة. هل كان هناك جهاز شرطة وجهاز استخبارات وجهاز مخابرات وجهاز مباحث وجهاز مراقبة، واليوم جهاز جرائم إلكترونية مع المواقع الاجتماعية وحدث لا حرج؟ كل هذا لأن هذه المفاهيم اليوم غابت عن حياتنا. هذا الرجل بلغ الجنة ليس بكثير صلاة ولا صيام ولا أنه الرجل الورع ولا أنه الرجل الفقيه، ولكنه بلغ الجنة بخلقه. وتعالوا لنسمع أعظم من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حديث المفلس لما قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم ولا دينار له. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بجبال كالحسنات. تعرف ماذا يعني كجبال كالحسنات؟ يعني ما ترك ركعة، يعني ما ترك صدقة. تخيل معي كلمة جبال كالحسنات، أي أنه لم يترك باب للخير إلا قد دقه. لكن لا، هناك مصيبة، هناك عائق، هناك حدود نحن تعديناها. القضية ليست هنا فيما بينك وما بين الله بسجودك بصيامك يغفر، لكن فيما بينك وبين أخيك، حينما يكن أخوك معك في عمارة واحدة، في بيت واحد، في بناية واحدة، وأنت لا تكلمه، أليست هذه مصيبة المصائب؟ ونحن نعلم أن الأعمال تعرض وترفع إلى الله ليلة الاثنين والخميس، فيغفر لخلق الله من عباده المسلمين إلا لمتشاحنين. فالقضية إذن ليست قضية سجود وركوع كما يظن البعض. القضية عظيمة، القضية تغافلنا عنها. يأتي وقد سب هذا وقد شتم هذا وقد قذف هذا. والله ربما الواحد منا إذا أراد أن يجلس في ونسة لمدة نص ساعة كم يسب، كم يشتم، كم يغتاب، كم ينم، كم يقذف من الرجال ومن النساء. يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا، فيؤخذ من حسناته إلى حسناته إلى آخر الحديث، ثم يطرح في النار. إذن القضية قضية جنة وقضية نار. إذن هذا الدين عظيم، هذا الدين راعى أحاسيس ومشاعر الناس. هذا الدين لم يترك لعباد الله أن يتنافسوا في الطاعة ثم يتصارعون في حلبة فيما بينهم البين على المال أو على غيره. لا، هذا الدين راعى مشاعري ومشاعرك، هذا الدين راعى أحاسيسي وأحاسيسك. والله لا يؤمن أحدكم. انظر، القضية ليست قضية والله لا يسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظروا إلى هذه القضية العظيمة. في حديث آخر: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع. حتى أنه راعى القضايا الإنسانية. يعني أنت وأنا نفي عنا الإيمان لدرجة أنني أنا نائم شبعان وجاري اللي في الشقة اللي جنبي جائع، وجاري اللي معاي في العمارة جائع،
وجاري اللي بجوار بيتي جائع، ينفى عني الإيمان؟ ينفى عني الإيمان؟ القضية خطيرة، والقضية أخطر مما نتصور، والقضية أعظم مما تتصور، ولهذا وجب الحديث فيها. أيها الأحبة الأكارم، ما المخرج من ذلك؟ وما علاج هذا المرض الذي انتشر اليوم في حياتنا بعدما تغير الزمان؟ نحن لم نكن كذلك، ولم تكن شعوبنا كذلك، ولم تكن أمتنا كذلك. كانت الشعوب قبل سنوات من الآن تقدر قيمة الجار، تقدر قيمة الصاحب، تقدر قيمة القريب. اليوم يقال في زماننا لا تقرب الأقارب، الأقارب عقارب. اليوم يقولون فتش عن جارك قبل دارك. واليوم ربما نعيش في عمارة واحدة أنا لا أعرف من الذي بجنبي، وربما نعيش في حي واحد، في حي واحد لا أعرف من الذي يسكن بجانبي ولا الذي بعده ولا الذي بعده. هذه المقاييس التي تغيرت في زماننا لابد من علاجها، لأننا نحن لن نعود إلى زمن السعادة، ونحن لن نعود إلى القمة إلا إذا أصلح ما بيننا وما بيننا البعض. قضية أن ننادي في الناس الرجوع إلى الله، رجوع الناس إلى الله بأصحابهم، رجوع الناس إلى الله بقلوبهم، لكن مصيبة أن يرجع الناس إلى الله ثم يعود من رجوعهم يظلم بعضهم البعض ويبطش بعضهم البعض، ويتقاتل الواحد منا مع صاحبه على درهم واحد. فرقت بيننا الدنيا، وفرق بيننا الأزواج، وفرق بيننا الأبناء، وربما الحياة غيرت كثير من القلوب. العلاج أن نعود إلى ميثاق الحب الذي زرعه النبي في القلوب. ما هو ميثاق الحب؟ اسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب يوم القيامة منابر من نور، عليها رجال ملابسهم من نور ووجوههم من نور. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. قال: على غير أرحام تجمعهم، يعني ما في علاقة دم، ليسوا أقارب، على غير أرحام تجمعهم ولا أموال يتعاطونها. انظروا إلى الحديث، دقق على علاقة الرحم ودقق على علاقة المال، لأن هذين السببين هما في زماننا أعظم ما يفرق بيننا، أعظم ما يفرق بيننا. ربما اليوم الزوجة تفرق بيني وبين أخي، ربما اليوم زوجتي تفرق بيني وبين جاري، ربما اليوم زوجتي تفرق بينني وبين أمي. فاختيار النبي لقضية الرحم واختياره لقضية المال، اليوم يقال لك قدم السبت يأتي لك الأحد، والواحد منا يصبح على جاره أو على صاحبه يقول له: كيف حالك يا صالح؟ الدنيا مصالح. فاليوم نحن في زمان الأخذ والعطاء، أنا أقدم لك تقدم لي، أنا أعطيك أنت تعطيني. فالنبي اختار، قال: على غير أرحام بينهم، يعني ما في صلة قرابة ولا أموال يتعاطونها. القضية مش قضية تجارة ولا بيع ولا شراء ولا تغيير عملات ولا ذهب ولا فضة. هؤلاء أيها الأحبة الأكارم قالوا: يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بأنبياء ولا شهداء ويغبطهم الأنبياء والشهداء.
تخيل إلى قيمة الحب، قيمة الأخوة يوم القيامة. من الذي يغبطهم؟ الأنبياء والشهداء، ليسوا بأنبياء ولا شهداء ويغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. تخيل أنه في ديننا أقربهما أشدهما حبا لأخيه أقربهما إلى الله. يعني أنت وأخوك، من كان فيكم يحب الآخر أكثر هو الأقرب إلى الله. انظر إلى مكانة المحبة، انظر إلى مكانة الأخوة. اليوم يأتي بعض الناس يشكو. تخيل أن رجل يخرج من ولايته ليسافر إلى ولاية أخرى، ولاية تبعد ساعات، تبعد عشرات الكيلومترات، يسافر فارا من أذى جاره، يسافر فارا من أذى قريبه. هذه مصيبة. أين هذا الميثاق؟ ميثاق المحبة، ميثاق الأخوة. يقول ابن مسعود، اسمع: والله لو صمت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أرقده. هل هناك أعظم من ذلك؟ لو صمت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أرقده وجئت يوم القيامة ليس لي أحد أحبه في الله، والله ما نفعني هذا عند الله. هذا قول من؟ هذا قول ابن مسعود. اليوم ربما يمر الرجل على الرجل ما بيرد عليه السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. اليوم حتى موضوع السلام اليوم أصبح مهجور بين الناس. يمر عليك رجل يمشي في الطريق ما يعرفك، يرد السلام. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم؟ قال الله: وجبت محبتي. تعرف شو يعني وجبت؟ يعني انقضى الأمر. وجبت محبتي لمن؟ للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا. تخيلوا، محبة الله وجبت لمن؟ وجبت لمن؟ اليوم تجد 10 تجمعهم شركة، 20 تجمعهم تجارة. فلان ماذا علاقة بعلاقة تجارة؟ لابد أن تجمعنا علاقة المحبة، علاقة الأخوة. إذا كان أفرد للسبعة الذين يظلهم الله في يوم لا ظل إلا ظله. تخيل الشمس مقدار ميل يوم القيامة، والله يظلك. ما السبب؟ رجلان تحابا في الله افترقا عليه. هل نحن اليوم نحب بعضنا في الله؟ هذا السؤال نحن بحاجة إلى أن نجيب عليه. هل الجار يتعامل مع جاره على مبدأ أنني أحبه في الله؟ هل أنا أتعامل مع قريبي على مبدأ أنني أحبه في الله؟ كان في زمن الصحابة يأتي الرجل إلى أخيه، يعني الرجل عنده ضيق محتاج مال، فيأتي فيضع يده في جيب أخيه دون أن يستأذن ودون أن يطلب. يضع يده في جيب أخيه، يأخذ من المال ما أراد وما أراد ثم يذهب. كان الصحابة بعضهم إذا فرقتهم شجرة، شوفوا اليوم مش شجرة، اليوم قضايا في المحاكم، قضايا مواريث وقضايا سرقة وقضايا التعدي على المال العام، قضايا تعدي على الحق وقضايا الظلم، قضايا ليس لها أول وليس لها آخر. كان الصحابة إذا فرقت بينهم شجرة، يعني يسير في الطريق ويمسك بيد أخيه، فتفرق بين الأخ والأخي شجرة، فينفصلان ثم يذهبا.
فيعود هذا يعانق هذا يقول له لقد اشتقت إليك يا أخي. أين هذه الأخوة؟ أين هذه الأخوة اليوم في زماننا؟ ونحن نسمع عن أخ لا يكلم أخيه من 5 سنوات ومن 6 سنوات ومن 10 سنوات، وأخ ما بزور أخوه إلا في عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي عيد الفطر وفي عيد الأضحى. أين ميثاق الحب؟ قضية مش قضية إنه حي على الصلاة ونجري على المساجد، القضية مش قضية حي على الفلاح وبدنا نجري على المساجد، القضية مش قضية نفتي في الحلال وفي الحرام ونصنع أنفسنا أننا ملائكة نتقي الله ليل نهار، لكن قلوبنا سوداء، قلوبنا حسودة، تحسد الرجل، تحسد الأعمى على عماه في زمانه، تحسد الأعمى على عماه في زمانه. اليوم الميت في قبره يحسد، يقولون مات وارتاح، يقولون مات وارتاح، حتى الميت لم يسلم في زماننا، يحسد الميت في قبره. ففي هذا الزمان نحن بحاجة إلى أن نعيد هذا الميثاق، ميثاق المحبة، ميثاق الأخوة في الله، لتعود القلوب كما كانت ولتعود الأرواح كما كانت. أما كان الحي كله طبيخه واحد، رغيفه واحد، طعامه واحد، فنحن بحاجة إلى أن نعود إلى هذا الماضي، وأن نعرف أننا لا بد أن نحب في الله وأن نبغض في الله. لا نحب من أجل المال، لا نحب من أجل الدنيا، هذه الدنيا الفانية، كل شيء سيفنى ولن يبقى إلا ميثاق الحب في الله. ولهذا ما كان لله دام واتصل. أنا إن أحببتك في الله سيمضي حبي لك إلى يوم القيامة. كان بيني وبينك معاملة مالية، انتهت المعاملة المالية، لا أعرفك ولا تعرفني. لا. ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. وأقول ختاما أيها الأحبة الأكارم، هذا ميثاق الحب، ولكننا نعلم تماما أنه هناك من الناس من ظلم، أو هناك من الناس من أخذ ماله. هذه دعوة للحب في الله، هذه دعوة للأخوة في الله، ولكنني أريد أن أذكرك إذا ظلمت أو سببت أو قذفت في عرضك أو انتهك عرضك أو شتمك فلان من الناس. لما أحد الصالحين شتم، وصله أنه شتم، قال أهلا بحسنة لم أتعب بها. لما شتم قال أهلا بحسنة لم أتعب بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. اسمع إلى هذا الحديث ما أجمل حتى نضع الإطار كاملا وننتهي من الخطبة. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، يعني أنت كنت في سيارتك وإذا بسائق آخر دخل عليك معاكسا أو دخل عليك بطريق الخطأ، أنت الآن في حالة غيظ وغضب وقادر على أن تنفذ هذا الغضب. يعني قادر الآن، أنت الآن في ظل مقدرة، يعني قادر أن تضرب أو قادر على أن تسب أو أن ترد المسبة. اسمع، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله يوم القيامة من الحور العين ما شاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في الحديث الذي حزن النبي في أوله ثم ضحك في آخره عن رجلين جتيا يوم القيامة أمام من؟ أمام الله، رجل ورجل، فيقول المظلوم يا رب خذ لي بحقي من هذا، أنا بدي حقي، خذ لي بحقي من هذا.
فيقول الظالم: يا ربي إن حسناتي قد انتهت، يعني الحسنات كلها أخذت مني وذهبت للرجل الذي ظلمته. فيؤمر المظلوم أن يتكلم، فيقول: يا رب خذ من سيئاتي واطرحها عليه. يعني القضية مش قضية إنه المظلوم يوم القيامة بده ياخذ من حسناتنا، لا، والمصايب اللي عملناها بدنا ناخذها، المصائب اللي هو عملها احنا بدنا نتحملها عنه. نظرتم إلى عظم المصيبة؟ يعني أنت لو سبيت فلان سيأخذ من حسناتك وأنت ستأخذ من سيئاته. اليوم في المجالس وفي القعدات وفي الجلسات كم نغتاب وكم نسب وكم نشتم. فلما يرى الله سبحانه وتعالى ذلك يقول الله للمظلوم: عبدي انظر أمامك. فينظر أمامه فيجد الشجر والأنهار والمدائن ويرى الجنان، فيقول: يا رب هل هذه لصديق؟ هل هذه لشهيد؟ هذه لنبي؟ فيقول الله: هذه لمن أعطى الثمن، هذه لمن دفع الثمن. فيقول الرجل: يا رب ومن يدفع الثمن؟ فيقول الله: أنت. قال: بماذا يا رب؟ قال: إن عفوت عن أخيك. فيقول: يا رب عفوت، يا رب عفوت عن أخي. فيقول الله: خذ بيد أخيك وادخلا الجنة. خذ بيد أخيك وادخلا الجنة. ولهذا من ظلم في الحياة، من سب، من شتم، عليه أن يعلم أن هذا أجر جاءك على طبق من ذهب. ولهذا الحسن البصري قالوا له: فلان سبك، فلان شتمك. فجاء الإمام الحسن البصري إمام الفقه، جاء بطبق من تمر وذهب إلى من سبه. اليوم احنا ربما في سوبر ماركت، في مول، في موقف سيارات، الواحد منا لا يتحمل نفسه. اليوم واحد في زمانه بيقول لك: والله ملابسي ما طيقها، ملابس اللي أنا لابسها ما طيقها. الواحد منا لا يتحمل نفسه اليوم في زمانه. الحسن البصري سب، شتم. وتعرف من الحسن البصري؟ يعني من أنا وأنت أمام الحسن البصري؟ إمام الفقه في البصرة. فأخذ هذا الصحن من تمر ودق باب من سبه، ففتح له الباب، قال له: هذا التمر هدية. قال: تهديني تمر وأنا البارحة سبيتك وشتمتك وقذفتك؟ قال: خذ، أنت البارحة أهديتني حسناتك، ونحن معروف عندنا أنه من يقدم لنا معروف لابد أن نكافئه، فأنت قدمت لي معروفا أنك أهديتني حسناتك، فأنا أريد أن أرد لك الهدية، فخذ هذا الطبق من تمر. حلت المشكلة. فعلينا أيها الأحبة الأكارم أن نعلم أن هذا الدين عظيم، لكننا علينا أن نفهم